بسم الله الرحمن الرحيم. انا نزلت النهارده يوم 8 ابريل ذكرى مرور السنه على حبس الضباط دول. نازل النهارده علشان اوصل الناس القضيه واعرفهم مين الضباط دول اعرفوا مين الضباط دول واطالب بحقهم وحريتهم. الضباط دول نزلوا عشاننا احنا، الضباط دول نزلوا عشاننا احنا، الضباط دول نزلوا عشاننا احنا، عشان حريتنا، عشان يثبتوا للناس كلهم اللي في وساخ المجلس العسكري، علشان في ناس اصلا ما. مين هم ضباط 8 ابريل؟ الضباط دول مين؟ الضباط دول تعالوا نتعرف بيهم. ان الوقت الضباط دول 22 ضابط نزلوا ميدان التحرير علشان يساندوا بمطالب الثوره، علشان يقولوا كلمه حق ويثبتوا للناس ان دي مش حاجه وجيش تاني خالص. الضباط دول قرروا الاعتصام، الضباط دول قرروا الاعتصام مع الثوار في يوم 9 ابريل الساعه 3 الفجر. هجمت عليهم مدرعات 3 سبعات و3 ساعات وكل خص ومظلات الوقت، واصبحت مذبحه كبيره اصبحت مذبحه كبيره مذبحه كبيره، ومات منهم ناس كتير جدا، ومات منهم 7 ضباط وناس كتير من المدنيين. ايه الرساله اللي توجهها للشعب المصري؟ الرساله الموجهه للشعب المصري لازم يتضامنوا مع الضباط دول ويوصلوا قضيتهم لاقصى شكل، واللي يعرف حد يوصلوا القضيه حتى لو مش هيدوا الخطا، بس عارفين هيوصلوها كويس وينادوا